بص مروان عطيه بيتخانق مع امام عاشور بيقول له انا رحلت والراجل ده بتاعك، انت سايبه ليه وما رجعتش ليه؟ ما تيجوا كده نشوف الهدف اللي دخل في الاهلي دخل ازاي بغض النظر عن التحكيم واللي حصل. بص الكره مع ديانجو والكره اتقطعت. بص بقى مين اللي المفروض يغطي نص الملعب؟ المفروض امام عاشور. بس هنا مروان عطيه هيروح يرحل ويروح على الباك اليمين عشان الكره اتقطعت من ديانجو، فبالتالي نص الملعب بتاع الاهلي هيبقى فاضي خالص. فمين اللي المفروض يرحل؟ امام عاشور. طب رحل يا عم امام وارجع؟ لا، اتفرج بنفسك شوف امام عمل ايه. بيتمشى في الملعب. ايه اللي بيعمله امام عاشور ده؟ ايه ده معناه ايه يعني؟ هنا بقى لو امام كان رجع ما كانش الراجل ده يستلم براحته كده ويشوط براحته، بغض النظر عن ان مصطفى شوبير غلط. يعني عادي اي حارس في الدنيا بيغلط، مش هنعلق له المشنقه، الراجل بتحصل مع اكبر حراس العالم، فده عادي جدا. بس اللي مش عادي ان انت تبقى لاعب في النادي الاهلي وبتاخد مرتب كبير جدا وتتكاسل التكاسل ده. بص مروان عطيه بيتخانق مع امام عاشور بيقول له انا رحلت والراجل ده بتاعك، انت سايبه ليه وما رجعتش ليه؟ انا مش عارف المدرب بيشوف الحاجات دي ولا ما بيشوفهاش والله. يعني المفروض ان في دلوقتي تكنولوجيا وناس قاعده تحليل بيانات ومدربين ومش عارف ايه، بس انتوا كجماهير اهلي لازم تعرفوا ان اللعيبه سبب في التخاذل ده بغض النظر عن التحكيم. ما تعلقوش الشماعه على التحكيم بجد. اللي عايز اقوله ان انت لو بتلعب كويس وبتعمل اللي عليك صدقني فرقتك هتكسب، انما لما تتخاذل هو ده الطبيعي. فلنفترض ان الكره ما جاتش في ايد لاعب سيراميكا، كان الاهلي هيكسب؟ لا، الاهلي ما كانش هيكسب لان مستواه ما كانش احسن حاجه.